طيب، يا صباح الخير يا صباح الفل. في حاجة كده عايز أقولها، يعني إيه فيما يخص ماليزيا والسفر لماليزيا. هم حاطين ضريبة اسمها ضريبة سائح. ضريبة سائح دي لما تروح تقعد في أوتيل، هوستل، أيا كان اللي هتقعد فيه وبتدفع فيه فلوس، بيحط لك ضريبة على اليوم. في بقى أماكن بتعملها 20 رينجت اللي هي العملة بتاعتهم، يعني في أماكن 10، أماكن 15، أماكن أعلى، طبعا على حسب مستوى المكان. ودي المفترض في المكان بيقول لك وانت طالع خارج من البلد في المطار بتسترد اللي هي الايه الضريبه دي. فانا لما جيت سالت في المطار قالوا لي لا، الكلام ده كان موجود الاول ومبقاش موجود من 3 سنين. فيعني طبعا اولا ده تضارب كبير. الاوتيل يقول لك كلام وهنا تلاقي كلام تاني حاجه. يعني ليه ضريبه سائح؟ ليه ضريبه سائح على اليوم؟ ما اعرفش هل ده موجود في عموما، يعني في كذا مكان، ولا في ماليزيا بس، الله اعلم. فحبيت يعني اقول للناس يعني.